ولد تعالى هنا هضربك، ده انا هرنك حته علقه. ارجوك كفايه. الفيديو ده انا مش هعمله مره واحده، انا هعمله كذا مره عشان لازم افكركم بحاجه مهمه قوي. ممكن بلاش ضرب لعيالنا، بلاش ضرب، ارجوكوا بلاش ضرب. عارفه انكم بتكونوا مستنزفين وتعبانين وعيالكوا بتضغط على اعصابكوا جامد، بس ما ينفعش خالص يكون في اذى جسدي من الام او الاب لاولادهم. ده ابنك او بنتك، نعمه ربنا عليكي، حته منك ماشيه على الارض واللي غيرك بيتمنى ضفره. في حد بقى ممكن يقول لي يا سلام يا ست سلمى، يعني انت جامده قوي كده وما بتتعصبيش وما بتضربيش ابنك؟ هرد وهقول بمنتهى الراحه النفسيه، ايوه انا ما بمدش ايدي على ابني، الحمد لله لا عمري عملتها ولا هعملها، لاني وبمنتهى الفخر لا عمر لا امي ولا ابويا ربنا يبارك في عمرهم ويديهم الصحه مدوا ايدهم عليا. هتقولي لي العيال بتستفزني، اتصرف ازاي؟ هقولك اتكلمي معاهم مهما كان عمرهم وصاحبيهم، خلي اللسان هو اللي يتكلم مش الايد. شاركوني واكتبوا لي في الكومنتس، هل مقتنعين فعلا ان الضرب وسيله للتربيه ولا هي مجرد بس وسيله بتفش غلكوا بيها في العيال؟